باستثناء ان المدرب كان وحش، هو اداء الاهلي. وليد صلاح الدين لما يكون موجود وبيتكلم انا بسمعه. انا بشوف ان مع النادي الاهلي التجربه دي فشلت. الفل عليكم يا رب، كل الناس تبقى بصحه وبخير، وحلقه جديده من حلقات دردشه كلمني كوره. حلقه كده سريعا منور الدنيا فيها. بنورك يا سلام. عامل ايه الاول؟ الله يخليك، الحمد لله كله الحمد لله. رجعنا لكم كده سريعا بدردشه جديده، وحلقه من بعد المفروض كنا نسجلها بدري شويه، بس تضييق الوقت والاستعدادات بتاعه ماتش المنتخب. قلنا نكمل على الحلقه اللي فاتت اللي تم تسجيلها. لسه ما نزلتش. لسه برضه هننزلها ايا كان. بالظبط، هننزلوا مع بعض. الاثنين هينزلوا مع بعض باذن الله، ودي تبقى استكمالا لماتشات الدوري الاهلي، غزل المحله وماتش ما قبل بيراميدز وما بعد بيراميدز او من عند بيراميدز كده. ايه الدنيا معاك ايه؟ انا هدخل اديلك واحده على طول عشان انت طبعا حبيبك مشى خلاص راح على حبيبي الاهلي. حبيبك قوي بزياده انا عارف. فخوسيه ريبيرو انت طبعا شايفه من بدري، او احنا الناس لما هتشوف الحلقه اللي هي ما نزلت لهمش لسه اتكلمنا قلنا هو غامض. يعني انا بالنسبه لي انت قلت لي هو مش باين، قلت لك شخصيته مش زي كولر في الاول او قلنا كذا حاجه طبعا في الحته دي عشان بس ما نحرقهاش للناس يعني. لكن في النهايه اللي احنا كنا قايلينه مو زي اي حد، ما احناش يعني جايبين التايهه يعني زي ما بيقولوا، ان هو ماتش بيراميدز كان هو الفيصل بالظبط كده، هو الفيصل معاه. طبعا هو بالتالي اتغلب، زائد انه اتغلب اول مره اشوف شكل النادي الاهلي بالصوره اللي في ارض الملعب دي. فانت بتشوف الوضع كان عامل ازاي. طبعا هو حركه كويسه من اداره الاهلي في الاخر ان هي بتصلح غلطتها تمام ومش بالكامل ده بالنسبه لي يعني. فممكن انت تبدا من هنا كده تقول لنا انت شايف برضو تجربه ريبيرو كانت عامله ازاي مع الاهلي، وشايف الدنيا هتمشي ازاي. هبدا من ما انت نهيت. اكتر حاجه عجباني في اداره الاهلي ان هي دايما بتنصاع للجماهير، او مش فكره تنصياع، بس بتسمع للجماهير. لو شايفه ان الجماهير الناس برضو اللي بتتفرج او الناس اللي بتتابع او الاهلاويه مش اغبياء، الناس دلوقتي الكوره بقت مفهومه، الناس بتفهم الكوره كويس، بتعرف تتفرج على الكوره كويس، بتعرف تقيم الاداء. لو بتلاحظ حاجات كمان من بدون قطع كلامك، السوشيال ميديا خلت الناس بتركز في تفاصيل التفاصيل جدا. المدرب واقف بيعمل ايه على الخط، رياكشناته ايه، انطباعاته ايه، موضوع التفاصيل فعلا. ايوه والله فعلا غير زمان. بتجيب رياكشنات، الله ينور عليك، بتشوف وبتقيم المدرب السخنان واللي قلبه على الفريق واللي بيسخن ويشحذ من فرقته من المدرب المريح شبه ريبيرو كده. فده كان كويس، قرار كويس من اداره النادي الاهلي ان هي تاخد اكشن بسرعه وصلحت غلطها. يعني انا شايف برضو غير انها بتبص طبعا للمنظومه وللجمهور وفي استياء طبعا في الجو العام ده قصدك، عشان برضو الناس ما تفهمش برضو كلام اسلام يا جماعه ان هو الاهلي بيمشي باراء الجمهور. لا مش عمر ما اداره الاهلي بتمشي بكلام الجمهور، تسمع للجماهير، بس هي بتحط اولويه للجماهير زي ما هي قايله. لا الجمهور انا على عيني وعلى راسي زي ما بيتقال بالبلدي يعني. ايوه اشوف ايه اللي موجود فيه. لا في حاله استياء عامه طبعا، فهم بالتالي ما كبروش الغلطه بتاعتهم، لان من الاخر برضو اوصلهم يعني عشان تكمل كلامك، هو ده نموذج تاني لشوارز. مظبوط، فاهم؟ سواريز لما جه تمام، انت سواريز لما جيت الاهلي كان بيفكر برضو يعمل حته المشروع دي بالزبط. هي طلعت ما تنفعش مع الاهلي. أيوه. حصلت معاهم مره وما كبروش فيها وصلحوا غلطتهم، عملوها تاني مع ريبيرو. أيوه. عشان يعملوا حته المشروع دي وعايزين يبنوا. الاهلي مش بتاع كده، الاهلي ما هوش الفرق برضه اللي تنفع حته المشاريع دي دايما الفرق اللي هي بتبقى ايه، بتنافس دايما على المربع الذهبي عشان توصل دوري الابطال. الفرق السادس السابع دي فرق تنفع معاها بالظبط كده مشروع ان هو يخليها بعد كده دايما بتنافس. يعني اصبر واشوف لها مشروع. لكن الفرق اللي هي مستنيه اول باول نتائج ايجابيه على طول، لا طبعا بيبقى صعب معاها. فكان كويس جدا ان اداره الاهلي يعني سمعت طبعا الجماهير واخذت قرار سريعا. نخش بقى على انت بتتكلم على ريبيرو. مفيش اختلاف في اللي انت قلته، هو كان متحضر له ان الراجل تقريبا كان تقييمه اللي خلاص حي اللي هو زي ما بيقولوا الشوكه كده اللي قاف من ظهر البعير كان ماتش بيراميدز. فهاخد منك بقى الحته اللي انت دايما كنت عندك فيها استياء، هو ان اداء الاهلي باستثناء ان المدرب كان وحش، هو اداء الاهلي. ازاي لعيبه النادي الاهلي، اللعيبه اللي بتلبس وبتحمل تيشيرت النادي الاهلي وتخش تنخرط في منظومه النادي الاهلي، ده كان يبقى هو مستواها. علامه استفهام كبيره قوي. بس فانت بتتكلم في الاداء بتاع النادي الاهلي، هو ان
ما مرناش عدينا على ظروف ابدا في الماتشات للنادي الاهلي، حتى الماتشات الكبيره، ان يبقى اللعيبه بالمستوى والاداء ده. كان في رعونه، وانت عارف انت عارف يا احمد ان في رعونه في الاداء، ما فيش روح، اللعيبه مستسلمه للموضوع، سايبه كل حاجه تمشي زي ما المنافس ما عايز، بيعلي الريتم ويوطي الريتم زي ما هو عايز، مع العلم ان بيراميدز ما كانتش بكامل دي حقيقه. ولا بيراميدز ما لعبش الصراحه، انا عايز اقول لك لو لعب كان السكور هيزيد عن كده الصراحه. زيد عليه كسب وهو بيتمشى يعني. ان يوريزيتش ادار الماتش برده بشكل كويس، بس خلينا نتكلم في الجانب بتاع الاهلي ومساوئه، هو ان اللعيبه ما كانتش قادره المسؤوليه، وما عمرنا شفنا ده بيحصل في النادي الاهلي في الماتشات الكبيره. دايما النادي الاهلي بيعلي من المدرب، الكريدت اللي بياخده المدرب هو ان بيخش النادي الاهلي، فبيتعمل له رصيد، بيتعمل له كريدت كويس من الجمهور ومن اللعيبه ومن الاداره ومن الاتموسفير اللي بيشوفه ومن النظام، وكلهم بيطلعوا منبهرين. ولكن فكره ان يبقى اللعيبه ما توصلش حتى نص مجهودها ل 50% علشان ما يبقاش شكلها وحش، دي اللي كانت علامه استفهام بالنسبه لي، باستثناء ريبيرو طبعا. هو فكره ان هو ادار الماتش غلط دي مفيش فيها كلام ولا فصال، يعني كلنا اتكلمنا فيها وكل الاستوديوهات اتكلمت وقالت فيها كتير. لا واحنا الكلام الفني يمكن في الفيديو ده عشان الناس برضو ايه تبقى واخده بالها، الكلام الفني ده في الماتش ده هتلاقيه مش كتير. أيوة. لان برضو هو الاهلي ما هتيجي تتحلل فنيا انت تبقى بتضحك على الناس لو انت قعدت قلت الاهلي كان ناقص هنا وكان ده الباك رايت لازم يبقى هنا، هو الاهلي ما كانش بيقدم حاجه. عشان كده احنا انتقلنا على طول لايه وانت انتقلت على طول لايه حته اللعيبه. أيوة. ان اللعيبه فعلا كان عندها اللامبالاه، يعني الجمهور قال حته حلوه قوي عجبتني، واحنا الاثنين اهلاويه والناس عارفه ان احنا اهلاويه وانا بنتكلم فيها. الجمهور قال حته كويسه جدا اللي هي ايه، رجعوا لنا الاهلي اللي هو شخصيه الاهلي، لان شافوها بتغيب بتتاخد بتتسحب، وهي دي من مزايا النادي الاهلي اللي هي مخلياك تعرف تجيب بطولات، مخلياك دايما محطوط تحت ضغط الفوز بالبطولات، ومخلياك دايما انت في المراكز الاولى ودايما بتلعب على المراكز الاولى. الحته دي لو اتسحبت منك هتبقى وحشه بالنسبه لنا وهتبقى مشكله كبيره للنادي الاهلي، وهتعمل فجوه بين الجمهور وبين الفرقه. وقالها كابتن سيد ابو حفيظ بعد الماتش في الاستوديوهات التحليليه. صح ايوه، هو كان اكتر واحد زعلان وقال لك لا ما ينفعش، بيقول لك ريبيرو خد من شخصيه الاهلي. انتوا بتتكلموا في ايه؟ انا مش عايز، هو جابها في المدرب شويه بس انا عايز اداء لعيبه. انت تطلع تتكلم دلوقتي تقول لي حقي ومش حقي، ايوه لما قال لهم كده بالظبط زي ما انت. كلمني في ادائك، كلمني في رجولتك، كلمني في ان انت دخلت النادي الاهلي فانت لازم تخش الترس والمنظومه، بعد كده اتكلم في حقك. هاخد منك انت اوريدي اصلا وانت جوه النادي الاهلي انت بتاخد مقابل، فتديني مقابل اللي انت بتاخده، مش وانت بتاخد المقابل تدور على المقابل تاني ازيد. لا ده مش موجود. ايوه مش انا شفت منك ايه في النادي الاهلي هيتفور بتفيد ايه كل لعيبته. انت عارف النادي الاهلي منظومه ما بتقفش على حد طبعا. لو النادي الاهلي ادي رساله لكل الجماهير النادي الاهلي يا جماعه عشان ما يوصلوا ما يقال في الغرف المغلقه وفي غرفه خلع اللبس، وكل اللي بيحصل ده اي حاجه بتوصل لكم لو الاهلي هيلعب على لعيب واحد هيقف على لعيب واحد. التجارب كتير احنا شفنا تجارب ما بيقفش خالص دي والهيستوري قديمه كلنا عارفينها والناس كلها تقدر توصل لها، فمفيش اي حاجه بتحصل النادي الاهلي هيقبل بيها طول ما هي خارج المنظومه والترس. فريبيرو بقى فنيا لا احنا اتكلمنا تقريبا في الحلقه اللي فاتت اللي هي دي استكمالها، احنا قلنا ان هو لا هو ما عندوش درايه بالفرقه، ما عندوش قرايه. انت لعبت اخدت 60 يوم من فتره اعداد في تونس، ما حسيتش ان انت ثابت على اداء لعيب، ما عندكش الفكره ان لما اللعيب في المركز ده يحصل عنده جاب هشيله وهنزل ايه او هغير انه طريقه، لا ده انا بشيله وبنزل اللعيب في نفس الجبهه بتاعته. هو مفيش حاجه اسمها كده، وانا المفروض بشيل اللعيب وابتدي اغير الطريقه عشان اغير اللعيب ده واحط لعيب تاني يقدر يديني حلول. فده انا ما كنتش بشوفه. ايه رايك؟ انا بالنسبه لي يمكن اليومين دول عشان واحنا بنصور يعني خالد الجوادي طلع اتكلم تاني عن كولر واتكلم عن شخصيه كولر، فانا احب لازم طالما انت ده المدرب اللي كان قبل ده في فروق كبيره قوي وضحت قوي. وكمان خالد الجوادي لما اتكلم انا يعني دايما بقول لك وقلت لك قبل ما نصور قلت لك كولر شخصيته مختلفه تماما عن ريبيرو، وقلتها في الحلقه اللي فاتت. قلت لك كان باين من دخلته كاركتر في حاجه يعني بيهزر مع الناس المصورين وهو داخل يتفرج على اوض اللبس في النادي الاهلي اللوكر روم، وداخل يتفرج على ريكفري روم والحاجات دي كلها والمساج والجيم كان في بيهزر، واضح ان له شخصيه، واضح انه جاي مش خايف، واضح انه جاي وعارف قيمه النادي الاهلي وعارف انه عنده جماهيريه كبيره وعارف ان هو لازم طلته الاولى دي تكون ليها يعني انطباع. زي ما نقول انطباع بالظبط كده، امبريشن عند الجمهور كويس، عارف ان هتفرق حتى معاه قدام. خالد الجوادي بقى لما اتكلم عشان ما نطولش على الناس يعني، لما اتكلم اليومين دول قال لك كولر عمل ايه مع بيرستاو، عمل ايه مع احمد عبد القادر. كولر
خلى احمد عبد القادر يظهر احسن مستوياته مع الاهلي. احمد عبد القادر من ساعه ما جه الاهلي وراح اعاره ورجع والكلام ده كله من سموحه، مين اللي لعب مع مين كوره؟ مع كولر. حسيت انه خطر، وفي كاس العالم للانديه الجون اللي جابه في فلامينجو وبتاع وكان فايق مع كولر، ورغم كده خلي بالك مش في مره زق ايد كولر ما رضاش يسلم عليه، تغاضى عنها ولعبه. بس هو احمد عبد القادر وخالد الجوادي بقى هو اللي قال الكلام ده بقى دلوقتي، قال ان هو كان عنده حته ان هو كده اللي هو ايه، شعور بالاضطهاد. عارف انت اللعيب اللي هو بيقعد شعور بالاضطهاد، انت بتقعدني مؤامره. هو قال بالتحديد هو عشان يرجع احمد عبد القادر عمل معاه ايه؟ بقى يقعدوا دكه، ما تحتفظش بالكوره كتير كده، شوف الكلام، ما تحتفظش بالكوره كتير، انت لعيب امكانياتك عاليه لازم تفوت وتلعب على الجون، يا اما تلعب باس يفيدنا برضه بالظبط. تمام. وقال له رقص وروح وضيع حتى لو انت في الفينشنج مش كويس، وانا هحميك في مؤتمرات صحفيه في اي حته، هقول انا اللي بقول له مديله التعليمات ان هو يعدي في الواحد على واحد والكلام ده كله. كويس. فعلا الفتره دي بيقول لك عبد القادر حصل طفره كبيره جدا في مستواه للاسف. انت عارف الكلام ده، انا قلت لك بقى هو من نوعيه اللعيبه اللي ايه، لعب ماتشين ثلاثه حلوين خد مني تاني ماسك الكوره كتير واستعراض ومش عارف ايه وكلام، واللعيبه في مصر للاسف كتير كده، واغلب الحريفه في مصر كده حصل. تمام. فهو بيقول لك هو ده اللي رجعه ايه بعد لما لقاه بيعمل كده، كولر عمل معاه ايه؟ قعده احتياطي قرصة ودن بالظبط، بدا ينزله لسه بيحتفظ بالكوره، بقى يلعبه ايه؟ نص ماتش، لا ولا نص ماتش، هتبقى يحطه بره السكور. هو اخدها تدريجيا بالظبط كده. لما لقى نفسه بره السكور رجع تاني ظبط نفسه تاني، بس مع الوقت برده رجع لنفس الطريقه بتاعته. المنتاليتي بقى الله ينور عليك. عشان كده ما هو ده، عشان كده انا احمد عبد القادر اي حد بيكلمني بقول له موهبه كبيره جدا، بس مش مكمله لعيب كويس جدا، بس هو مش هيضيف لنا حاجه خلاص جدا في الملاعب، وهو هيفضل كده بالعقليه دي. باين قوي ان هو مش عايز يتغير، مش هيتغير، باينه بالذات في الفتره اللي هو جه فيها الاهلي دي. حتى لو كان الاهلي بيغلس عليه بيمرن لوحده، بس انت مش مدي امبريشن للنادي ولا انطباع للنادي ان انا عايز ارجع يعني. فاهم لما طلع احترف واخد الاعراف في قطر. لا ما طلعش اي مستوى بالظبط، رغم ان قطر اصلا ده المفروض. الله ينور تحليلا لكلامك عبد، انت كلامك صح جدا. اول ماتشين لعبهم جاب في كل ماتش فيهم جونين. ايوه ولا اول لما وصل بس هناك من الكيرف نازل تاني ومحدش سمع صفر، رغم ان الدوري قطري احمد عبد القادر يروح يجيب فيه زي ما هو عايز يعني، ياخد الفرقه يبقى ممكن هو نجم الدوري القطري عادي جدا. برضه المستوى نزل، فده لا مثال حلو منك يعني، ده كويس. تاني حاجه اتكلم فيها على بيرستاو عشان ببين لك بس فرق الشخصيه. بيرستاو بيقول لك وصلت المرحله انه يعني في وقت ما، انا واحكي الموقف عشان نشوف الشخصيه. الراجل ندهه في معسكر ما، انزل لي من اوضتك، ما رضاش ينزل، طلع له بيقول لك يعني بيقولوا كولر من كتر عصبيته طلع في ثانيه، بيقول لك زق الكرسي وطلع له اوضته خبط عليه جامد تمام. كان ساعتها بيقول لك فخري اللي قاعد معاه في الاوضه زق فخري ودخل له، وهو بيقول لك وهو متغطي كده في السرير، هو الراجل بيشرحها كده، بيقول لك قاعد يقول له الكوتش بتاعك لما يكون عايزك تنزل تجي له على طول. قال له انا معلش اصل انا ما لعبتش ماتش ريال مدريد في كاس العالم للانديه فانا مستاء انا متضايق مش عارف ايه. قال له احنا بنجهزك، انت مش دريان بالاصابه اللي عندك. قال لك من ساعتها من بعد الحركه دي، وبيرستاو كانت اسهمه عاليه. بيرستاو مع كولر فعلا في الفترات الاخيره قبل ما كولر يفقد الشغف، او قبل ما الكلام يحصل الفتره الاخيره ان في لعيبه متضايقه، منهم قفشه، منهم عبد القادر، منهم بيرستاو، الكلام اللي كان بيطلع ده كله كان عامل ازاي بيرستاو برضه بعد ما احنا كنا بنقول ايه احنا يمشي، كنا بنقول خلاص ده الله ينور عليك، رجع فاق تاني صح فتره معينه. ده منه هو عمل ايه مع امام عاشور لما حطه في راس الحربه، ولما حطه مدرب بيعمل حاجه بيشتغل على زي ما انت بتقول. لا انا بقى يعني احنا ميزه الدردشه دي والناس ان شاء الله يعني تقول لنا في الكومنتات ان هي حلوه في كده، احنا فعلا قاعدين بقى بندردش يعني. انت انا خدت من جملتك لا كولر هو بيعمل كده. انت زي اللي انت بتقول ايه، ريبيرو اللعيب بيبقى هنا انا ما بشتغلش عليه، ما بشوفوش، ما بيقعدش ماتش، ما بينزلش واحد تاني مكانه يؤدي لي حاجه كويسه بالظبط، حاجه بالظبط او اداء شبيه حتى. مظبوط. ده الراجل ده معاه الدنيا كانت فارقه. حتى كريم فؤاد نفسه اللي انت عارف ان انا عليا يعني بعض التحفظات دايما، هو بالظبط كده، لكن كريم فؤاد معايا كان كويس جدا جدا جدا، ولعبه في الوينج. عمر كمان نفسه اللي هو دلوقتي مش شايف كان مع كولر كويس ولا لا؟ كان كويس. انا بجيب لك اللعيبه اللي هي المستوى بتاعها اللي هي اللي هي المستوى بتاعها قصدي يا اسلام ما يديهاش، او موهبتها او مستواها او الكواليتي بتاعها بمعنى اصح ما يديهاش الاستمراريه العاليه. أيوة. دايما لازم في حد مفوقه، دايما لازم في حد مريحه في الملعب، دايما فاهم قصدي في الحته دي. فكولر لا شخصيه وفي فرق كبير. سيبك مؤخرا حته الشغف والكلام ده كله، لكن في فرق كبير قوي. أيوة. فانت من مدرب حقق معاك بطولات ولعب ماتشات قدام انديه كبيره في كاس العالم للانديه بشكل ممتاز تمام، منهم ماتش ريال مدريد اللي احنا بس لولا البدني في الاخر يعني والناس كلها فاكراه. أيوة. حصل فيه ايه لمدرب مشروع. وزي ما قلنا الحته الاخيره انا عايزك بس انت تكلمني فيها، ان انت شايفها ايه زيي ولا انت رايك في ايه حته ان النادي الاهلي مش مشروع، عشان طبعا من بعدها تخش لي في الحته بقى الجهاز الفني طبعا المؤقت يعني والناس اللي هتبقى ثابته فيه والكلام ده كله. ماشي. فرايك ايه بقى في الجزئيه دي؟ بص انا بشوف ان
مع النادي الاهلي التجربه دي فشلت، زي ما انت ما قلت تجربه ريكاردو سواريش ما نجحتش، لان دايما جماهير النادي الاهلي ما بيبقاش عندها صبر. هاخدك شويه الحته برضو كان بيتكلم فيها موسيماني لما ابتدت يثار كلام ان هو ممكن يرجع النادي الاهلي، فممكن بس على فكره لو انت هتتكلم في الحته دي هو طلع قال دي فيك نيوز، انا ما قلتش كده. حتى لو هي فيك هو كتبها على الكلام ده بس هو قال قبل كده قبل ما يمشي على فكره الكلام ده اتقال. الله ينور عليك. انا بتكلم على ان هو اتقال دلوقتي، هو اتقال قبل ما يمشي. ايوه لا الفتره لما حصل فيها خلاف، ايوه اللي حصل فيها خلاف مع النادي الاهلي، قال لك انا مش قادر اكمل في النادي الاهلي بسبب ان الاداره مش قادره تحميني، زائد ان انا ما عنديش القابليه او مش قادر هو تعمل الضغوطات، وده طبيعي يعني مش قادر اتكيف مع فكره ان انا العب في نادي ما عندوش كونسبت الخساره او ما عندوش كونسبت التعادل. فاحنا كده مختلفين. انا ممكن العب كوره، والكوره دي لعبه فيها 3 حاجات: تعادل ومكسب وخساره. ما عنديش مشكله ان انت تكون طموح ان انت تكسب كل ماتش، ده حقك، بس ما فكره ان انت مش قادر تتقبل الخساره او التعادل لفتره من الزمن حتى لو عندك مستويات متذبذبه، دي انا صعب اتكيف معاها. فده اتقال مش دلوقتي، اتقال وهو ماشي. انا معاك ان هو ممكن يبقى دلوقتي ممكن الكلام تداول على لسانه بس فيك، بس مش دلوقتي، هو اتقال قبل كده. سيبك من كل ده، ان كولر في الفتره الاخيره استكمالا للحته بتاعت الجوادي بعد برضه ما تعرض لضغوط وهو بقى مستواه متذبذب. هقول لك انا برضه مستواه تذبذب ليه واستكمالا للموضوع، لان حس ان هو كان ليه طلبات مش مجابه، وابتدت تتفرض عليه لعيبه بقدر او مش بقدر مسؤوليه ان هم يحملوا تيشيرت النادي الاهلي، فابتدى يرمي الفوطه، هو رمى الفوطه. فكره ان انتوا هو كان في عناد يعني من الاخر، بس بالبلدي كده كان في عناد من الاداره وكولر يعني من الاخر خليته ياخد الشغف. هو رمي الفوطه، ما بقتش بلعب ماتشات حلوه، بقيت ماتشات تطلع تعادل، ماتشات تلعب مكسب، ماتش يبقى فيه اداء كويس، ماتش فيه ماتش وماتش كمان ماشي، ماتش وماتش فعلا يعني. احنا بنتكلم بقى النقطه بتاعتك اللي انت بتتكلم في نقطه المدرب المشروع. لا ما يجيش هو انت طب عشان برضو الناس برضو ما تفكرش ان احنا بنتكلم والاهلي وجماهيريته، لا انت شايف ان هو يمشي مع اي فرقه كبيره في العالم، يعني ريال مدريد، برشلونه دايما من الفرق اللي هي مطالبه بالفوز دايما، يعني فاهم قصدي، يعني مثلا زي سيتي زي انا هقول لك ليه باختلاف التجارب. الكره الاوروبيه او الكره بره مصر عندها من الامكانيات بس انا بشوف فرق برضو يعني مش كله، بس في من الامكانيات اسمع رايك الاول يعني اللي يخليك تقدر تجيب مدرب وتصبر عليه. يعني باستثناء تجربه برشلونه اللي صبروا فيها على اكجافي 2 سيزون كاملين، صبروا عليه كتير، صبروا عليه كتير جدا. كانوا معتقدين ان هو ده الجمهور حتى اصلا يعني الجمهور فضل صبر عليه كتير يعني في الاخر كان عشان هو ايقونه برده وبتاع ايقونه كبيره في برشلونه، فلعيب كبير، فصبروا عليه بس جم في الاخر فرق. دلوقتي التجربه اللي قائمه بذاتها دلوقتي جافي الونسو مع ريال مدريد، ده لاعب مدرب مشروع. بس ليه المدرب ده ممكن ينجح او ليه كمشروع ممكن ينجح؟ ونجحت مع بيب جوارديولا اول ما طلع وهو لسه في البدايه التدريبيه مع برشلونه. صح. ان في عندك امكانيات، في عندك منتاليتي، في عندك اختلاف فكر، في عندك مساعدات من الميديا، في عندك مساعدات من الاداره، في عندك مساعدات من اتحاد الكوره، في عندك حاجات كتير قوي بتدعمك، في منظومه بتدعم، في كونسبت مختلف في الفكر ما بيننا وما بينهم. علشان كده احنا لما بنتكلم بنقول ان اوروبا بعيد، هي اوروبا بعيد بالمنتاليتي دايما في اي حاجه، سواء حتى المنتاليتي الاداري او منتاليتي اللعيبه او تنجح عندهم او ما تنجحش، اتموسفير الكوره، المنتاليتي بتاع الكوره عموما، فتنجح عندهم او ما تنجحش. انا وجهه نظري لا، هي تنجح لان هم بيصبروا، هم عندهم كونسبت ان انا اصبر على المدرب سنه و2 لحد ما يحقق نتائج ووفر له كل الادوات. ولكن انت بقى رايك؟ يعني انا بشوفها ان هي طبعا زي ما انت قلت هي منتاليتي، لا هي منتاليتي طبعا بتختلف، لكن انا بشوف الفرق الكبيره خصوصا مثلا ريال مدريد بالتحديد، مش عشان الناس بقى تقول لك بيشبهوا، لا بس عشان ريال مدريد بحسه اكتر فرقه فيها نفس النموذج اللي هو بتاع دايما مش حاجات بقى ولا اداء ولا بطولات ولا كده، لا فيها نفس الكونسبت اللي هو الضغط ده، احنا عايزين احنا ازاي بنخسر بالظبط. يعني اكتر جمهور بشوف في العالم عنده الحته دي شويه يعني. ايوه. فلا يعني انا مثلا بالنسبه لي لو تشافي الونسو ما نجحش او بدايه السيزون دلوقتي بعد التوقف الدولي اللي موجود طبعا يعني في كل العالم، لما نرجع منه والمسابقات كلها ترجع والدوري الاسباني يرجع، لو في انخفاض شويه في ريال مدريد والنتائج ما كانتش حلوه، لا ما اعتقدش ان هم هيصبروا عليه. ده رايي الشخصي والله اعلم تحديدا في ريال مدريد. ممكن انا ما اعرفش يعني انا بقول لك يعني هو مدرب مشروع، هو هياخد فرصته بس هيديله فرصته برده لمدى معين، مفيش اللي هو مثلا سيزون كامل وريال يقع، ده رايي يعني. انت ما ينفعش مثلا، او انت لو رايك ان تشافي الونسو هياخد السيزون ده كامل فرصه وريال مدريد
يطلع تشامبيونز ليج ويطلع دوري وكلام من ده ويبقى عادي. انا شايف انا إنه ما ممكن. اعتقدش ان هو مش طب ناخد راي الجمهور في الموضوع ده، هننزلها برضو في رول كده، رول اسئله. ماشي ممكن برضه ممكن لو ناخد تذبذب رأيهم هل في هيستعجلوا إن في شاء رحيله ولا السؤال برضه هيكمل في جميل. ريال مدريد ولا لا؟ انا بشوف رايي الشخصي زي ما انت قلت في العموم المينتاليتي بتسمح، وفعلا مثال بيب جوارديولا ده مثال فعلا حلو جدا، لانه كان لسه طالع وقتها ما حدش يجي يقول هو اللي ابتكر ماشي التيكي تاكا والكلام ده كله ماشي، وطريقه اللعب الكره اللي على الارض والمثلثات والضغط العالي والكلام ده كله، لكن هو فعلا في بدايته كان مدرب مشروع برضه طبعا. فدي حقيقه هم كمنتاليتي بيختلفوا في انك تسيب فعلا اكيد. لكن انا بحس دايما ان الفرق الكبيره ما ينفعش فيها مدرب المشروع كتير. يعني انت معلش برضه انت هتلاقي دايما مثلا يعني ريال مدريد كان مدربينها كبار، ديل بوسكي، انشيلوتي، فاهم قصدي؟ دول مش مدربين مشاريع، لكن جه فتره معينه زين الدين زيدان كان يعتبر مدرب مشروع برضه، عشان برضه نتكلم ما كانش هو جاي لهم بالثقل اللي هو يخليه لا ده انشيلوتي ولا ديل بوسكي ولا كان مأدي كويس بالظبط كده، لكن هو بيبقى صبر عليه عشان نتائجه كانت كويسه. زين الدين زيدان انت فهمت قصدي؟ انا هل بقى لما تعقرب لو عقربت مع تشافي الونسو من بدري هيصبر عليه؟ انا اعتقد لا. انا اعتقد والجمهور انا اعتقد لا، مش عشان حاجه، عشان ريال مدريد اصلا جاي فرقه صعبه من سيزون سيء. انت فهمت قصدي؟ انا عارف لو هو جاي يعني انا عايز اقول لك المينتاليتي هنا يفرق في ايه. لو ريال مدريد جاي من سيزون حلو مثلا كان واخد تشامبيونز ليج السنه اللي فاتت او واخد الدوري السنه اللي فاتت دون الامور الله ينور عليك، فهو ده هنا بقى حته الفرق مايند سيت بس انت تعملها سؤال فعلا للجمهور هتبقى حلوه ان شاء الله هنزلها برضه. فخش لي بقى على طول كده واحنا بننهي الحلقه بقى على الجهاز بتاع الاهلي الجديد اللي جه مؤقت. طبعا عماد النحاس مستمر فيه مؤقت، وفي الغالب هيمشي مع مدير فني في الغالب، لكن في ناس هتبقى ثابته معانا، وليد صلاح الدين مدير كوره، امير عبد الحميد مدرب حراس مرمى، وعادل مصطفى مدرب عام حتى هذه اللحظه، واعتقد ان هو هيبقى واخد مكان النحاس في الجهاز الجديد يعني المصري اللي هيبقى متواجد. يعني الحته اللي انا هقف معاك عندها في كابتن وليد صلاح الدين طبعا اهم حته عشان الكابتن سيد والجزء ده عليه علامات استفهام برضو انا مش قادر افهمها، وطلع كتير كابتن سيد لما كان بيتم سؤاله في البرامج التلفزيونيه كان بيبقى متحفظ، وده عادته ودي عاده لعيبه النادي الاهلي، ان مفيش اي حاجه بتحصل في الغرف المغلقه بيتم تداولها على السوشيال ميديا او بشكل عام على الاعلام في الاعلام يعني. ولكن هو الموضوع غريب ان انا مش قادر استوعب ليه سيد ما يرجعش يمسك اداره الكوره جوه النادي الاهلي. بص مش هقول لك عندي تخوف من صلاح الدين، ولكن كابتن وليد صلاح الدين كابتن كبير جدا، واحنا عارفين طبعا الامير موهوبين كبير وشخصيه محترمه جدا ومحدش بيختلف عليه، وانا بحبه جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني في الاداء، ومن افضل المحللين الوحيد جداً. بدون قطع كلامك بقى الوحيد، عشان دي كلمه في حقه لازم اقولها قبل ما انساها، الوحيد فعلا. انا جيت قلت لك من فتره انا بقفل بعمل ميوت في فتره التحليل اي ماتش سواء الاهلي او غيره او المنتخب، حرفيا هو بيقول وليد صلاح الدين لما يكون موجود وبيتكلم انا بسمعه. هو عماد متعب على فكره، انا بحب الكلام عن عماد متعب كويس، بس انا بقول لك لا حرفيا تحديدا وليد صلاح الدين ده بجد فعلا، وبيبقى فير على بعض خطوه. اقول لك حاجه جميله بيتكلم كمان، وما اعرفش انت عايزك تقول لي انت موافق رايي برضو ولا لا، بيتكلم كوره اللي هو بسيطه للناس تفهمها، مش بيقعد يقول الكوره بتاعت الناس بتاعته هو. ايوه طبعا ايوه بتاعت الكوره السهله، الكوره بتاعت الحريفه، والكوره اللي هو بتاع زي ما احنا بنقولها دايما كلام الكوره ده اللي بيعجبني فيه وبيخليني يشدني. ايوه كلمني كوره، ما هو ده فاهم. ما بيقعدش يقول اصل الستتين ولازم ده الثمانيه، ولو عملوا الميد بلوك ولو الوينجرز قاموا عاملين مش عارف يعني يا باشا عادي انا مش بقلس عليك، انت ممكن تكون بتسكرها بس ما بتسكرهاش كتير، انت ممكن بتسكرها في موقف معين. في ناس معلش يا اسلام للاسف في كل ماتش ايا كان التحليل انا لازم اقول الكلمتين دول، لازم احط اللعب ورا الكوره، الضغط العالي، يعني انت فاهم قصدي بالترتيب السته والثمانيه لازم اذكر المراكز بالاسامي دي. ليه ما بقولش بيلعب تحت راس الحربه؟ ليه وليد بقى بيتكلم كده بيقول لك بيلعب تحت راس الحربه كانه مهاجم تاني، الاستحواذ هقول لك يا احمد ليه بيتكلم بالاسلوب ده. انا بشوف ان وليد صلاح الدين بيحب يتكلم بلسان الناس اللي قاعده تتفرج، ما في ناس كتير هي دي الميزه. الله ينور عليك. ما هو انا بوصل لك المعلومه ان انت تبقى قاعد مش وده دايما اللي بقوله، عشان كده انت ما بتقولها انا بقول لك انت بتحب تقول الكلام ده. وانا ساعات لما اتكلم في مراكز 6 و8 عشان الناس بقت فاهمه كده، بس ما بنقولوش كتير. انا بنتكلم فني قوي، بنقعد نتكلم تحريف، ده بيعرف يفوت واحد على واحد، يعني هو ده كلامنا، وعشان كده انا بحب وليد صلاح الدين. هو بيحب يتكلم في السهله البسيطه اللي توصل للناس، توصل كل الناس كل الفئات كده. نرجع بقى لحته مدير الكوره، عشان انا ما عنديش مشكله ان هو يبقى ياخد فرصته. اي حد بيخش النادي احنا بندعمه طبعا ده اكيد، من اول اصغر عامل لحد اكبر اداري او لحد اكبر راس في النادي الاهلي. فكل الدعم للكابتن وليد صلاح الدين في المنصب الجديد بتاعه، وان شاء الله يكون موفق. يعني انا بشوف ان المنصب ده
محدش هيقدر يملاه غير بالنسبه لي شخصين، رحمه الله عليه كابتن ثابت البطل، ومن بعد منه سيد عبد الحفيظ. المركز ده او المكان ده في النادي بالتحديد محدش قدر يملاه قد الاثنين دول في وجهه نظري انا شخصيا. طبعا اكيد، لا هم يعني باع كبير جدا وادائهم يتكلم عنهم طبعا كابتن ثابت الله يرحمه، ولا اذا كان سيد عبد الحفيظ يعني طبعا. ولو ان مع التحفظ ان ثابت البطل كان مع جيل اصلا مش محتاج مدير كوره، أيوة. هو كان مع جيل اصلا انضباطي يعني لدرجه كبيره جدا. طبعا زي الصاروخ. لا طبعا، بس في الاخر برضه كابتن ثابت كان بيديك رمز، اكيد ده كان واصل للعيبه لما كان يبقى تعبان. عمري ما انسى اللقطه دي. ابو تريكه لما جاب راح ماتش الزمالك راح بس دماغه، شوف قاعد بايس كاب والراجل باين انه تعبان جدا. يا جماعه دي انا عمري ما شفتها شكل اللقطه دي. انا لما بتتكلم لما تذكر انا جسمي بيقشعر على فكره والله. يعني انا بتيجي بفتكر المشهد والله جسمي بيقشعر. ايوه انا حصل كده لايف. انا لا والله انا كذلك في الماتش ده انا كنت يعني متاثر تاثر كبير جدا من الحركه اللي كابتن ثابت عاملها فعلا. فشوف بقى هو عامل حركه زي دي قدام اللعيبه، الحركه بس بدون ما يتكلم هتوصل ايه. فمن بالك هو بقى لما بيتكلم وبيقعد مع اللعيبه رحمه الله عليه برضه كابتن طارق سليم رحمه الله عليه كان بيجي برضه برضه نفس الكلام بتاعته، كان بيجي يحضر الدكه ويقعد جنب اللعيبه. هو ومسك مدير فوق الكوره فتره برضه كابتن طارق طبعا رحمه الله عليه، باستثناء طبعا كابتن وليد صلاح الدين. عماد النحاس انا بشوفه في الاداره الفنيه كابتن كبير ليه كل الدعم برضه مننا. انا بحس ان الشخصيه برضه عشان هناخد الحته الاشياء دي ده بيني وبينك، بحس ان الشخصيه بتاعت الكابتن مش طف برضه، مفيش الشخصيه اللي احنا عايزينها في التوقيت ده قوي. ايوه انا متفق، بس هي ممكن اللي هتديله الاريحيه التوقيت اللي جه فيه برضه، وانت محتاج دوري وبتاع، والامور كانت بدات مع كولر والدنيا دخلت في عناد وهيمشي والشرط الجزائي وبتاع، هو جه برضه في التوقيت ده. اللعيبه ساعتها زهقت معاه. هو ده بقى ما هو ده اللي احنا بنقوله، ده اللي هيساعده في مين؟ كابتن وليد صلاح الدين. هي دي بقى هتبان. شايف ايه رايك في كابتن عادل مصطفى؟ انا عادل مصطفى كلاعب كوره انا بحبه جدا، وانا مبسوط جدا ان هو رجع النادي الاهلي. بيلعب معانا في الرواد، انت عارف بتشوفه من قبله شخصيه عسل. انا لما بشوفه بقول له سيبك من الماتشات، سيبك من اي حاجه موجود في الاهلي مثلا. جميل يعني. هو كابتن هيثم فاروق برضه بيجي معانا شخصيه محترمه. كابتن عادل مصطفى انا اعتقد ان هو واخد السلمه واحده واحده، ودي من الحاجات اللي عجباني. يعني بشوف ناس كتير في جيله الله ينور عليك جميله هي دي. بشوف ناس كتير ما جاتش مش هجري لها. بشوف ناس كتير قد اسلام مراد عارف بدون ذكر اسماء بقى خلاص عشان ما يبقاش فيها حاجه يعني. عايز يبقى مدير فني على طول يعني. النادي الفلاني كلمه تعالى كابتن مدير فني، يروح. لا كابتن عادل مصطفى ما عملهاش كده. انا مدرب مع مدير فني حتى لو مصري كويس هستفيد بيه. اشتغل معاه في مفيش مشكله، اشتغل في بروح في زد اشتغل في زد مفيش مشكله يعني. وحاليا احنا كنا جايبينه من زد مع كابتن محمد شوقي. كابتن محمد شوقي اللي هو اصلا مش مدير فني، واخد فترات اصلا طويله جدا يعني. انت فاهم قصدي؟ هو يعتبر البيع بتاعه في الاداره الفنيه بسيط جدا. ان عادل مصطفى برضه صابر هو زي ما انت بتقول مش مستعجل، واخدها خطوه دي بتدي مؤشر مميز للمدرب ان شاء الله هو لا بيذاكر وبيجتهد واحده واحده على مهله قوي، عشان وقت لما يتحط في منصب مدير فني يبقى عنده الشخصيه وعنده الكاريزما وعنده الشغل الفني وعنده حتى الشغل اداره المباريات نفسه، السيناريوهات بتاعت الماتشات يقدر يديرها ازاي، بيقعد على الدكه يتعامل ازاي مع الماتش. فاهم بس يعني طبعا احنا بننهي الحلقه وانت عمال مستعجلني وكابتن عادل مصطفى ومش عارف ايه. فاضل الكابتن امير عبد الحميد بقى طبعا الحارس يعني مش عايزين نتمنى له كل التوفيق. برضه شخصيه جميله والله امير عبد الحميد ده. انا قابلته مره كان جميل والله يعني في القاهره كده ايام بقى ما كنت بروح المدرج. انت شايف ان يعني وجود كابتن امير عبد الحميد هيفيد شويه حراسه المرمى ولا؟ والله بص هو طبعا شغل ميشيل يعني ولا جايبينه يعني. انا بشوفها العكس. بص بقى وجهه نظري انا في الحته دي، شوف ان كابتن امير عبد الحميد هو داخل الجهاز ده عشان هو اللي اكتسب الخبره مش عشان يفيد بخبرته. دي وجهه نظري ضعيفه واتمنى ان هي ما تبقاش بتزعل حد. والله الله اعلم. انا برضه كابتن امير عبد الحميد ما شفتوش في جهاز اداري في اداره فرقه بيدير مركز حراسه المرمى في اي فرقه. فكون ان هو يجي على نادي اهلي في وجوده في الجهاز ده انا بشوف ان هو عشان هو اللي ياخد السي هو اللي ياخد. بس انا بقول لك هو امير عبد الحميد يعني الفكره ده عليه ده ما قالش. لا احنا كده بنحبه وراجل محترم. لا هو شخصيه محترمه جدا ومن الناس الاهلاويه بس ده الاهلي بيعكس ان هو اللي محتاج ان ياخد الكريدت. بس هو بقى عارف هيبان في ايه بقى. امير عبد الحميد يبان معاك شغله في مين؟ في سيحه مثلا على طول يعني. انت فاهم قصدي ازاي يعني؟ دايما انت لما جيت ميشيل يانكو مثلا الشناوي ما شاء الله عليه لا غبار عليه، بس انت شغل امير هيبان لك في ايه؟ تفويقه الشناوي، تفويقه شوبير لان شوبير بقى له فتره مش فايق وفول سيحه يعني. ده هيفرق قوي فعلا يعني. ده شغل امير هيبان في مش هقطعك خلينا في نفس الحته. شايف ان خروج ميشيل يانكو في الفتره دي اثر شويه على مركز حراسه المرمى؟ يعني هو ممكن اعتقد اثر
ممكن نفسيا شويه مع الحراس، لان انا بحس ان شوبير والشناوي كان طبعا السيحه ما لحقوش خالص، لكن شوبير والشناوي هم خالص بيحبوهم جدا. ايوه بيحبوه حب كبير جدا، وهو كان مرتبط اصلا بالاهلي وبمصر ارتباط كبير جدا. كان في كلام ان هو رجع. في كلام كان بيتقال، بس ما اعتقدش انه هيتم طبعا، لان هو اعلنوا رسمي ان امير عبد الحميد ممكن يكونوا الكلام ده موجود، ان هو عايزين يدخلوه تاني قطاع الناشئين طبعا، لان هو مش قادر يبعد عن الاهلي، وخلي بالك قاعد في مصر يعني. انا عارف هو خلاص ارتبط بمصر كويس قوي. فطبعا نتمنى في الاخر للجهاز الفني ده ان هو يبقى موفق في المرحله الانتقاليه دي، لان هو مهم يعني الموضوع ده باذن الله يعني، ويبقى في تناغم بينهم، لان التناغم في الجهاز الفني المؤقت ده مهم قوي، لان انا ما اقدرش الصراحه احمل عماد النحاس لوحده في توقيت زي ده، ولا وليد لوحده انه ما قداش، ولا عادل مصطفى ان هو جاي. لا، التناغم مع الجهاز ده وكلامه للعيبه وتوصيل رسائل مهمه للعيبه دلوقتي يتضمنها بالظبط اوضه اللبس، شخصيه الاهلي، رجعوا لنا شخصيه الاهلي، المنظر بتاع اللامبالاه اللي احنا شفناه في ماتش بيراميدز ده ما نشوفوش تاني، الدم، الاداء، الكلام ده كله لازم يبقى موجود. البعد عن السوشيال ميديا اللي بدا في الفتره الاخيره يرجع تاني بصوره مبالغه شويه. لا يعني انا زي ما قلت لك، الجهاز مع بعض، تناغم، تفاهم، يوصلوا مسجات ورسائل للعيبه، هتفرق معانا كتير الفتره الجايه ان شاء الله، واكيد هنرجع للناس يعني نحلل لهم بقى فني ان شاء الله. ماشي، السؤال الاخير بقى عشان نقفل. شايف اداره ملف المدير الفني للنادي الاهلي الجديد اللي هيدير بعد عماد النحاس هتبقى ماشيه ازاي، او النادي الاهلي هيتعامل معاه ازاي؟ بص، هو اكيد دلوقتي النادي الاهلي بيفكر 70% من المدرب اللي جاي ده من قدراته تكون قدرات شخصيه وكاريزماتيك كويسه جدا، وعنده فرد سيطره مش برضه بالاسلوب اللي هو يخلي اللعيب ينفر منه، عشان مش فايلر يعني بالظبط، لان اللعيبه ما بتحبش برضه فرد السيطره الزايد، او مثلا المدرب الطف زياده ممكن يعمل لك مشاكل كبيره. لازم يكون في توازن عنده ويعرف ازاي. انا اسف بقى ده يتعامل يعني. احنا برضه مختلف شويه معاك في النقطه دي، بس هو اللي بيخلي الموضوع ده بيصار في الفتره دي، وانت قلت ده دلوقتي، هو ان الجيل ده مختلف عن الجيل اللي قبل كده. دي حقيقه، الله ينور عليك. وانا ما اكدبش عليك، انا الحته دي بتضايقني، يعني انا بتضايق منها، ان يعني ايه مفيش لعيب كوره بيتم السيطره عليه، او لو تم السيطره عليه بشكل معين بينفر. هو في مش بينفر اصلا. بص هوضحها لك ونتكلم فيها للناس، مش مشكله نطول عليهم سنه، بس هي نقطه حلوه حواريه جميله جدليه. حته ان هو مش قصدي كده يعني، انا هقول لك حاجه، في مدربين طب فعلا انت نفسك لو انت كاسلام كنت لعيب كوره وتعامل معاك، او حتى عم في شغلك، انت ممكن يجي لك مدير طف ما تتقبلش طريقته، صح ولا لا؟ هي نفس الفكره في الكوره، ملهاش علاقه، بس انا مش قصدي هي هيبقى مع لما يتناغموا هتاخد وقت، فهمت قصدي يعني؟ بيبقى فيها رايح وجاي. نفس فكره الشغل زي ما انا قلت لك دلوقتي، انت لو عندك مدير طف شويه، انت مع الوقت ولسه واصل، هتلاقي مثلا مع الاكشن الاولاني عايز يقول لك مثلا على حاجه تعملها او تاسك تنفذه، فقالها لك بصوره غلسه، انت مش متعود من المدير مثلا اللي قبليه على كده، او كان في فطبيعي دي امور تعامليه اجتماعيه تعتبر، سواء في الوسط الرياضي او بره الرياضي، موجوده دايما، لان ده مدير وده اللي تحتيه. لكن هي الفكره انا قصدي ايه، يبقى طف، يبقى طف، لازم يبقى طف ويبقى قوي، بس يبقى طف وعنده الكاريزما زي جوزيه، يخافوا منه ويحبوه. فهمت قصدي؟ هي دي المعادله، الاهلي هيدور على المعادله دي يعني، فهمت قصدي؟ هو ده قصدي في الكلام. ممكن يكون موجود في الساحه، لان ممكن تلاقي مدرب زي ما قلت لك طف، بس اللعيبه ايه؟ مش قبلها بالظبط، تنفر. هو ده قصدي عليه، زي سياسه، مع ان فايلر اللعيبه كانت بتحبه مش كلها، بس كان عليه اختلاف بسيط في الحته دي زي ما انت قلت، لكن هو مثلا كانوا فنيا يقول لك هايل وممتاز. جوزيه اللعيبه كلها تتفق، بيموتوا فيه وكلهم بيخافوا منه طبعا. فهمت قصدي؟ هي المعادله دي اعتقد ان الاهلي هو اللي بيدور عليها في المدير الفني قبل اي حاجه. تفتكر مين موجود في الساحه النادي الاهلي ممكن يكون حاطه من ضمن المرشحين، ولا لسه مفيش كلام على اسامي؟ هو طبعا الاسامي بالهبل، انت عارف الميديا بتصدق يقولوا الاهلي هيجيب مدرب. انا سمعت 3 اسامي ومش فاكر لا ده انا عايز اقول لك انا سمعت 12 اسم، انا مش بهزر. 12 اسم ليه يعني؟ هتشوف، طب افتحهم راجعهم مثلا 10 اسماء، مش هقول لك 12 دي، انا مثلا ممكن اكون مبالغ، 10 اسماء. ده الراجل ده قاله ايطالي وسويسري والماني اللي هو روزا طبعا، السويسريه بقت ليها طبعا عشان كولر بالظبط، ما عشان كولر فاهم. واثنين اسباني تاني، والمدرب بتاع بالميراس اتقال اسمه، انا ناسي اسمه دلوقتي، مش حاضرني فعلا. مدرب بالميراس شخصيته كويسه على فكره، المدرب ده كشخصيه كويسه. ليه؟ لان في ماتش الاهلي وبالميراس لو تاخد بالك اول 10 دقايق وبالميراس مش عارف يلعب كوره، ودي كانت احسن 10 دقايق في ماتش بالميراس نفسه. المدرب وشه، انا هي دي اللي شفتها على الدكه، لو تفتكر يعني الفيديو، طبعا انا اتكلمت معاك في الحته دي، قلت لك المدرب وشه قلب، وبدا يكلم الجهاز بتاعه، ايه المنظر اللي احنا فيه ده، الملعب عامله كده ليه، ومش عارفين يضغطوا على الاهلي، والاهلي بيطلع بالكوره بسهوله وبيوصل ازاي، وفعلا غير وفوق الدنيا وبتاع. فانا حاسس المدرب ده برضه عنده شخصيه شويه، فاهم ازاي؟ بيقولوا كلام كبير ان طبعا الاهلي مستني جوزيه جوميز برضه يعني، عشان كده بقول لك هو داخل طبعا مدربين 10 مدربين على الاقل اسماء يعني.
هيبقى فيها شروط جزائيه وكلام من ده. الفتح لا، هو الفتح مش الفتح السعودي، انا اسف. كانوا رافضين، يعني قال لك ان هو مكمل معانا، هو الموسم بتاعهم خلاص بيبتدي او ابتدى، بس هم رافضين. ما انا عشان كده بقول لك هي الدنيا، حتى انا بقول لك حتى اسم موسيماني طلع هو زي ما انت بتقول الايام اللي فاتت انه في العوده، فانا بقول لك هو فعلا داخله في 8 10 مدربين، ده مش بهزار، ده اللي موجود. فانت ما تعرفش ايه الاهلي كعادته دايما فعلا في مدرب ده بيفضل متكتم قوي زي ريبيرو كده. انت اتفاجئت كان روزا ومش عارف مين وكذا. ده حتى عايز اقول لك حاجه، ده اسم تشافي تقال. ايوه يعني انا هقول لك اكتر من كده، هو الاسباني من الاثنين الاسباني، يعني من الاثنين الاسبانيين اتقال. مورينيو اتقال بس اتقال بشكل كوميدي شويه يمكن عن تشافي، لكن تشافي اتقال يعني من الاثنين الاسباني اتقال. عشان كده بقول لك هم 8 10 اسماء والله فعلا. يعني انت شايف الاهلي الفتره الجايه يعني عموما بعيدا عن اي حاجه برده بعد عماد النحاس او بعد التوقف الدولي، اللعيبه نفسها رد فعلها يبقى عامل ازاي؟ الاهلي رد فعله يبقى عامل ازاي في الدوري؟ يعني بعد كمان تعثر الزمالك وتعثر وحته سريعه عن الدوري عموما. اتمنى هو ده مش توقع بس ده تمني. ما اعرفش لسه ايه اللي ممكن يحصل، انا ما بعرفش اتوقع في الحاجات اللي لا طبعا يعني في الكلمه بتاعتك ان احنا يرجعوا من توقف الدولي، توقف المنتخب، يبقى عندهم حافز مختلف، عندهم اسلوب وطريقه واداء يرجعوا روح فنيه النادي الاهلي، يورونا ان فعلا الاسماء اللي موجوده تستحق ان هي تشيل اسم النادي الاهلي. اللي بيصار دلوقتي ان انت عندك لعيبه كبيره ونادي المليار ونادي المليون، وانت عارف طبعا الكلام ده بيصار فين، وده عامل ضغوط على فكره اصلا، ضغوط على اللعيبه. اتمنى ان هم يشيلوا الضغوط دي ويوروا الناس ان هم جديرين بوجود النادي الاهلي بالظبط كده. يعني الاسماء الكبيره ما ينفعش تبقى اسماء كبيره كده في الهواء، لازم تبقى اسماء كبيره في الملعب وبره الملعب. فده ان شاء الله يبقى حاجه كويسه باذن الله نشوفه بعد التوقف الدولي. انا متفق معاك تماما، لازم لعيبه الاهلي هي اللي تقود المرحله اللي جايه دي، طبعا مع احترامي لكابتن عماد مش قصدي كده، وقلنا ان لازم التناغم والتفاهم وتوصيل الرسائل للعيبه، بس اللعيبه من قبل ما الجهاز الفني يوصل لهم رسائل لازم هم من نفسهم يبقى في رده فعل ومصالحه للجمهور عن الشكل اللي كان موجود تحديدا في ماتش بيراميدز وطبعا النتائج اللي فاتت كلها ان شاء الله. وحاجه ثانيه لازم يقبلوا الهدايا اللي بتتوجه من المنافسين. احنا يا جماعه كلنا بقينا خلاص يمكن على نفس الوضع دلوقتي، سيبك من الاهلي عنده باي والناس دي ما طلعتش الماتش الباي بتاعها. فاحنا متساويين، المنافسه قريبه. المصري بورسعيدي عامل شغل كويس جدا الدوري السنه دي، اتمنى ان هو يفضل مستمر لان انا عايز المنافسه تبقى السنه دي رباعيه. نفسي الدوري مختلف السنه دي، مفيش ماتش قادر تتوقعه. يعني دايما تقول مش عارف مثلا الطلائع ومش عارف مين، لا الطلائع كفته على تلاقي الاسماعيلي كسب الطلائع. انا بس متضايق من مستوى الامور كلها طبعا، يعني هنحاول نتكلم في حلقه عنه، وده اللي احنا قلناه عن الانديه الجماهيريه وهيبقى تكمله. هنتكلم عن الاتحاد اسماعيلي تحديدا في الحلقه زي ما احنا قلنا. ليه الاعلام بعيد عن مشاكل الكره المصريه الحقيقيه اللي هي بتاخدنا لايه دايما ان احنا نحسن من الكره المصريه، فهيبقى من الانديه بالظبط. فاحنا في الحته دي هنتكلم عن الاتحاد والاسماعيلي. لازم نورت يا عم شيحه وحبيبي يا سلوم، اتمنى ما كنتش طولنا على الناس، والحلقات الجديده دي تنزلها لنا انت بقى شغال عشان الناس مستنيانا بقى لها كتير. ان شاء الله لايك وشير يا جماعه طبعا، وسبسكرايب يا ريت، كومنتات على الاستفتاء اللي قلنا عليه ان شاء الله. يوتيوب ده المشروع يوتيوب بالله عليك يا سلوم، الناس والله بيقعدوا يقولوا لي انت مش موجود على الفيسبوك، والله تعبون والله العظيم تعبون. هقلع المايك ده والله والله عشان خاطر. ماشي حبيبي يا سلوم، يلا بينا.